السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء من مطبخ زمزم. النهارده ان شاء الله هنعمل كده ايه، هنروق الدولاب بتاع الولاد، وكمان هننضف غرفة النوم، وهننضفها يعني كده تنظيف مش عميق، تنظيف عادي كده خالص. هنكنسها بس وهننضفها، تشوفوا معايا. المهم هنا دلوقتي دي ضرفة الولاد، نضفتها وشلت المشمع ده كله ونضفته ونزلت كل ده، ورصيت بقى الجواكت بتاعتهم كده زي ما شفتوها على الشماعه عشان دي متنفعش تتطبق. وهنا لو كنت بقول لكم رصيت الحاجه ايه بالطول كده عشان المكان يكفي يعني. ورصيت برضو هنا الملايات وبقيه الملايات والكوفرتات. تمام. ده كان كده ايه الجنب اللي على الشمال بتاع الملايات بتاعتهم بتاع السرير. خش بقى على اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى، بصوا هنا انا كنت بسحب من الشتوي انزل تحت، وكنت ايه اطلع فوق. فالمهم يعني ايه، قبل ما انزله لهم، قبل ما اطلع لهم يعني الشتوي، هم زي ما انتم شايفين المنظر كده كان صعب جدا. فقلت بقى لا، استعين بالله كده، نقول بسم الله ونصلي على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونبدا. المهم زي ما انتم شفتوا انا حطيت الشتوي كله، انا بحط لهم الشتوي كله فوق، الصيفي والشتوي برضو يعني بخليه لهم فوق. فبس قعدت بقى اطبق كده يعني، بقيت انا واقفه بقى صراحه ما صورتلكوش يعني وانا بطبق. فانا واقفه كده بسرعه سريع سريع طبقت، وبقيت ايه ارص على طول. زي ما انتم شايفين كده التيشيرتات والبنطلونات والفساتين بتاعت زوزو وبس. وحطينا بقى ايه كلهم كده على بعضيهم ورصيتهم زي ما انتم شايفين. وبقيت بقى اخد اطبق، احط هنا في الضرفه ديت اللي تحت، وبعد كده اخد من تحت احط فوق. بس كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى كنت بوريكم الترنج بتاع ابني دوت، كان جاي له هديه جميل جدا، كان من دولفين. حلو جدا، خامته حلوه جدا وجميل وتقيل يعني حلو. هو كان جاي له هديه يعني. بس فحبيت اوريهولكم عشان حلو عجبني وهو بيحب اللون الاحمر. فبس وريتهولكم بقى معايا ان هو ده جديد، لسه ما لبسوش يعني، هيلبسوا باذن الله في الشتاء ده. بس وانا كنت برصيت بقى هدومه كده، حطيت له برده التيشيرتات بتاعه الخروج، سويت شيرتات والبنطلونات والترنجات. طبعا في هدوم في الغسيل يعني، دي تيشيرتات ام نص كم ام كم، وفي هدوم لسه في الغساله هتتحط. في هدوم في الغساله لسه هتتحط برده هرصها. بس زي ما انتم شايفين كده خلصت هدوم ابني، وبرده ايه رصيت هدوم البنت برده من تحت. زي ما انتم شايفين كده حطيت لها برده هدومها كده، الترنجات لوحديها، بتحطي الترنجات لوحديها، بتحطي التيشيرتات ام كم لوحديها، التيشيرتات ام نص كم بتاعت الشتا لوحديها، عشان تبقى عارفه ان بتيجي تسحبي البنطلونات لوحديها. وطبعا بتحطي بقى، انا بحط لها لبس الخروج على جنب بطبقه الصراحه، مش بعلقه. بس زي ما انتم شايفين، المهم يبقى المنظر حلو كده مريح. فطبعا بصوا الفرق من ده وده يعني، بصراحه حاجه بتريح النفسيه خالص والله. فتشجعي بقى كده، قومي لو انتوا وراكي دولاب ولا حاجه اعملي ضرفه ضرفه. انا عملت على فكره الضرفه دي وريحت، وبعد كده ايه رحت عملت الغرفه. هتشوفوا دلوقتي وانا بنضف الغرفه. الهدوم بنتي محطوطه على جنب. فقلت لا انضف الاوضه، حسيت ان هي مطربه كده، فيها تراب والارض فيه تراب صراحه والخشب برضو. فقلت لا انا هظبطهم. وحتى ظبطت الستاره دي، كانت واحده بس عملتها اتنين، قسمتها يعني وعملتها اتنين كده، لقيتها كده اشيك. وكنت بقى لسه ما رصيتش هدوم بنتي يعني، رصيت هدوم ابني الاول. وايه فصلت بقى وزهقت بقى، وايه من التطبيق ده تعبت صراحه. فقلت لا انا هظبط الغرفه، وبعد كده اقوم ايه اكمل الدولاب. وفعلا قمت ظبطتها ونضفتها، عشان كمان كنا بالليل وكان هيناموا. فقلت لا عشان الوقت ما يجريش مني، اقوم بقى اظبطها وانضفها عشان ينام كده ايه الدنيا تبقى نظيفه. فهنا كنت بوريكم ان انا هكنسها. وبعد كده لمعت السيراميك اللي باين ده، لمعته بالميه والكلوركس، شويه ميه كده بالموب كده، ولمعت كل السيراميك اللي باين ولمعت الخشب. فكانت الاوضه بقت ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. بس كده زي ما انتم شايفين لمعتها كلها. وابتديت بقى ايه زي ما انتم شايفين رصيت هو الدولاب بتاع الولاد يعني، زي ما انتوا شفتوه. فانا عملت جزء منه وريحت، وبعد كده ايه قلت اظبط الدنيا عشان ما ازهقش، وبعد كده ايه كملت. بس زي ما انتوا شايفين بقى، انت كمان لو وراكي حاجه قومي تشجعي اعملي وراكي، عشان زي ما قلت لك قبل كده انت اللي هتعملي في الاول وفي الاخر، فما تكوميش الحاجه عليكي. بس كده. وكان عندي مربى عندي فراوله في الفريزر، لما فضيته معاكم فايه عملتها. تمام. فقلت برضه اصورها لكم اوريها لكم عشان تشجعوا. كانت جميله جدا، انا بحبها كده قطع، ما بحبش اضربها في الكبه او في الخلاط، عشان تبقى حلوه كده فيها قطع. بس تنسوش بقى اللايك لو انتوا وصلتوا لكده علشان القناه تكبر. زي ما قلت لكم انا نفسي القناه تكبر. فبس وبحب كمان اشكر كل المشتركين الجداد عندي والناس اللي بتتفرج عليا، ربنا يبارككم ويكبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطري. بس شكرا جدا ليكم، وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه اي حاجه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.